ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. ربنا يا رب يحلي ايامكم ويجعلها كلها حب. هشارككم النهاردة افكار للاحتفال بعيد الحب. الفيديو بصوا كده كامل متكامل، هتلاقوا فيه كل الافكار، سواء وصفات سواء ديكورات. الفيديو هيعجبكم. لو اول مرة بتشوفوا قناتي اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلكم اشعار بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجة هنبتدي بيها الفيديو بتاعنا، هنغير طقم السرير. طبعا تقدري تفرشي طقم لونه احمر لونه ابيض وتزوقيه بالشرايط الستان الحمراء المتاحة عندك، بس اكيد هيبقى عندك طقم من الاتنين، لا الاحمر لا الابيض. الاتنين بيبقوا حلوين جدا في عيد الحب وبيدوا شكل حلو. طبعا وانت بتغيري الملايات بتنفضي شباك السرير، بس انا عشان الشباك السرير بتاعي كابوتونيه من وقت للتاني بيحتاج ان هو يتعمل بالفرشة كده عشان طبعا ما يجمعش اي اتربة. فاخدته كده تلميعة سريعة كده بالفرشة، وهبتدي ان انا افرش الطقم اللي لونه احمر دوت. وكمان الطقم دوت هفرش له مفرش كده لونه اسود ستان. هو المفرش دوت بتاع طقم تاني اصلا، بس هو كمان اسمر فبيمشي مع اي طقم. ومفرغ بقى كده بقلوب، بجد شكله ايه، حلو جدا. طبعا انتوا شفتوا المفرش دوت معايا اكتر من مرة، ساعات بحطه على السفرة برضو بيبقى شكله حلو. طبعا انا بقالي حوالي 3 سنين بشارك معاكم فيديوهات الاحتفال بعيد الحب، وكل فيديو فيه افكار مختلفة عن الفيديو التاني. هسيبهولكم طبعا في صندوق الوصف، شوفوهم هيعجبوكم وهتستفادوا برضو منهم. نيجي بقى لهدية عيد الحب. طبعا انت بتفكري في الحاجة اللي ناقصة جوزك وبتبتدي ان انت تجيبيها، سواء ترنج بقى، كوتشي، جاكيت، ساعة، محفظة. حاولي ان انت تجيبي اي حاجة ان هو يستفاد بيها. الهدية هتبقى حلوة جدا. برفن، في افكار كتيرة، انت شوفي هو محتاج ايه وطبعا هاتيها هدية. ممكن تكتفي برضو بالاحتفال بس ما تجيبيش هدايا، تعملي احتفال حلو وخلاص على كده. جبت بقى الهدية بتاعتي وحطيتها كده في علبة حمراء، وولعت جنبها برضو الشمع الاحمر. وكده اول فكرة خلصنا منها، اللي هي تنسيق اوضة النوم وكمان الهدية. تعالوا نتفرج بقى على شوية مشتريات كده لازم تكون موجودة عندك في البيت. الشمع الأحمر دوت لازم يكون موجود عندك، هينفعك في أي احتفال بقى، سواء عيد حب، عيد ميلاد، عيد جواز، لازم يكون موجود عندك. طبعا أسعاره مختلفة، بيبتدي من أول 20 جنيه، وبيبقى فيها 10 شمعات في الأحمر وفي الأبيض. أنا بفضل إن انت تجيبي اللون الأحمر، هينفعك في كل المناسبات. وجبت برضو البلالين ديت، كانت مجموعة كده مع بعضها، كانت ب22 ونص، عبارة عن كلمة لوف. طبعا هنفخها دلوقتي وهتشوفوها. وخمس بلالين حمر وكمان قلب احمر ب22 ونص. تجيبي برضو الديكور دوت اهوت، مش غالي وبيدي بقى بصي شكل حلو جدا. طبعا كلمة لوف لازقة كده في بعضها، فتاخدي بالك كويس جدا وانت بتفكيها وكمان وانت بتنفخيها عشان ما تبص منك. تعالوا نشوف شكلها بعد ما اتنفخت دوت شكلها. بتدي شكل حلو جدا. طبعا الديكور دوت ممكن تعمليه في اوضه النوم برضو فوق السرير. لو انت حابة تهتمي بالديكور في اوضه النوم بس، يعني ما تكمليش في بقية الشقة. طبعا انا اكتفيت في اوضه النوم بالمفرش اللي كله قلوب، واللون الاحمر اصلا مديه شكل حلو. وكمان في فرع الليد اللي هو بيتحط حوالين السرير دوت، بيدي اضاءة حلوة جدا. فحسيت ان الاوضة كفاية عليها كده، نهتم بقى بباقة الشقة. بعد ما ظبطتها لزقت عليها اللزق اللي هو الدبل فيس. طبعا هي ليها اماكن ان انت تربطي فيها حبل وكمان تلزقيها باللزق العادي، بس انا فضلت الدبل فيس، بيظبطها وبيخليها تبقى ثابته. لزقت لاف بالشكل دوت. بالدبل فيس العادي اللي هو ب15 دوت، مش قوي جدا يعني في اللزق، هو بيقضي الغرض، بس لما بتعوزي تشيليها بتتشال تاني عادي وما بيسيبش اثر في الحيطه. وجبت بقى القلب الاحمر الصغنطوطي دوت، حطيته كده على الكنبه. وعملت بقى الكيكه القمر ديت. السنه اللي فاتت انا كنت عامله كيكه عاديه خالص، انجلش كيك، وكان شكلها حلو برضو. السنه اللي قبلها كنت عامله تورته كده لونها احمر لعيد الحب. السنه دي حبيت اعمل حاجه مختلفه. هسيب لكم طبعا لينك تحضير تورته عيد الحب ولينك تحضير الانجليش كيك او الاحتفال بتاع السنه اللي فاتت كله. الكيكه ديت سهله جدا، مقدرها بسيط. هسيب لكم طريقة تحضيرها في صندوق الوصف. وكنت عاملة برضو بيتزا، البيتزا حضرناها كتير مع بعض، لو حابين الطريقة هسيبها لكم برضو في صندوق الوصف. عندك بقى خيارات كتيرة، ممكن تعملي بيتزا، ممكن تعملي سندوتشات سوري، كريب،
اي حاجة كده سهلة وسريعة. في افكار كتيرة في الفيديو دوت وفي الفيديو بتاع السنة اللي فاتت، هسيبهولكم في صندوق الوصف تاخدوا منه افكار. وظبطت طبق فاكهة وشيبسي بقى والكيكة اللي احنا عملناها، ورصيت بقى الترابيزة كده بالحاجات. كان شكلها حلو جدا، والحاجات مش مكلفة خالص وسهلة التحضير. يعني الفاكهة ممكن تكتفي بالفاكهة وبالكيكة على حسب امكانيات البيت، ممكن تزودي تورتايه بدل الكيكة اللي انا عاملاها. الافكار ديت بقى انا بديكي افكار وانتي تختاري طبعا اللي يعجبك. جبت برضو الشمع الاحمر دوت حلو جدا. الشمعة تقريبا ب5 جنيه، لازم برضو يكون عندك منه، بيبقى حلو جدا في الاحتفالات سواء برضو اعياد ميلاد او عيد حب او اي مناسبة تانية. ورصيت 4 شمعات كده في زوايا الترابيزة. طبعا لو كان في ورد احمر بقى كان بصوا هيبقى الشكل جامد جدا، بس للأسف ما كانش موجود. ولعت بقى كده الشموع بالشكل ده، ودوت الشكل النهائي. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه بالافكار اللي موجودة فيه. شايفين بقى شكل الاكل كله مع بعضه والشموع والديكورات اللي احنا عملناها كأنه عشا في مطاعم بالظبط يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وانتظروني بقى في فيديو تاني جديد.